تأثير التستوستيرون الحقيقي على دماغك والمنتاليتي بتاعتك إنه بيخليك تستمتع بالمجهود. فالسؤال الحقيقي دايما هو هل أنت مستمتع باللي أنت بتعمله ولا لأ؟ أنا مش ببالك الوهم ده، أنا بقولك على الحاجة اللي ممكن تخليك تغير من دماغك بالشكل الكافي اللي يخليك أو يسمح لك إن أنت تستمتع بالرحلة وتبقى حاسس بشعور حلو. في علاقة شقية جدا عايز اتكلم عنها النهاردة بين الدوبامين والتستوستيرون. الدوبامين والتستوستيرون مقربين من بعض جدا في نظام الغدة النخامية. طبعا التستوستيرون بيطلع من الغدد القذرية والخصية، بس تأثير التستوستيرون الحقيقي على دماغك والمنتاليتي بتاعتك انه بيخليك تستمتع بالمجهود. طبعا ليه تأثيرات تانية ليها علاقة بالذكورة والإنجاب والكلام ده، لكنه كمان بيخليك تستمتع بالمجهود اللي انت بتبذله علشان تعمل اي حاجة. والتستوستيرون كجزيء بيتصنع من الكوليسترول، والكوليسترول ممكن يصنع لك الكورتيزول اللي هو هرمون القلق والتوتر او التستوستيرون. فانت دلوقتي بيكون عندك كمية محدودة من الكوليسترول اللي ممكن يتجه ناحية طريق القلق والتوتر او الطريق اللي احنا قلنا عليه اللي بتكون مستمتع فيه بالمجهود اللي بتبذله. وطبعا ده الطريق اللي احنا كلنا عايزين نوصله في الاخر. بس هتلاقي مثلا الغضب والنرفزة والستريس هيخلي الكوليسترول ده يروح ناحية تصنيع الكورتيزول، وهتبقى انت بتنقص من تستوستيرونك بالبطيء. انت وانت داخل على الكلام ده في الاول بيكون عندك النسبة العادية من التستوستيرون، ولكن مع الوقت بتبتدي تخلص. فالسؤال الحقيقي هنا هو هل انت بتستمتع بجد باللي انت بتعمله ولا لا؟ لان انت لو عرفت تقنع نفسك او تتصرف فتلاقي طريقة تعمل بيها اللي انت عايزه وانت مستمتع، هتعرف تحافظ او تزود حتى من نسبة التستوستيرون بتاعتك. وده بقى اللي هيخليك بجد قادر تحس انك مستمتع وانت بتعمل المجهود في سبيل الحاجة اللي انت عايز تعملها. وانا حتى مش بتكلم على انك هتبقى مستمتع لانك ده هيخليك تنجح او توصل اللي انت عايزه، انا مش ببالك الوهم ده، انا بقولك على الحاجة اللي ممكن تخليك تغير من دماغك بالشكل الكافي اللي يخليك او يسمح لك ان انت تستمتع بالرحلة وتبقى حاسس بشعور حلو. والجزيئات اللي احنا بنتكلم فيها دي مشحونة جوانا من زمان جدا، وموجودة في كل الحيوانات والثدييات، ومرتبطة جوانا كلنا بحب الحياة والمجهود المطلوب او اللي بيتطلبه بقائنا ده، وبتخلي كمان المجهود ده فعلا ممتع. وده اللي مخلينا مكملين لحد دلوقتي بنبني في مجتمع وبنبني في حضارة. والناس كمان متخيلة ان الاستروجين عكس التستوستيرون، بس لو بصينا كويس على تأثير الهرمونات على العقل مخصوص على العقل هنلاقي ان في هرمون اسمه البرولاكتين، وهو ده اللي نقدر نقول عليه ان هو بالفعل عكس التستوستيرون. والبرولاكتين ده بيزيد اكتر حاجة مع او بعد الاورجازم على طول. فهتلاقي ان في نشاطات انت كشاب لو عملتها كتير هتتحول لبروتة، وده لان البرولاكتين بطبيعته بيخلينا هاديين مكسلين مش عايزين نتحرك او نعمل حاجة. انما التستوستيرون لما بيزيد بيزود من الرغبة في المنافسة جدا، والكلام ده سواء في الانسان او في الحيوان. واللطيف في الموضوع ان الموضوع مش رايح في سكة واحدة زي ما احنا كنا فاهمين، لان التنافسية في حد ذاتها لقينا ان هي بتزود التستوستيرون، فالموضوع رايح جاي. ففكرة حلوة جدا انك بكل بساطة تحاول تحط نفسك في منافسة، مش شرط مع حد، ممكن منافسة مع نفسك عادي، وتحاول توصل لخطوة زيادة او حتى تعمل بس خطوة زيادة كل يوم. وهتلاقي نفسك انك بالبساطة دي بالفعل زودت التستوستيرون بتاعك وزودت الروح التنافسية جواك. وبنفس الفكرة بالظبط هتلاقي ان لخبطة النوم مثلا بتقلل التستوستيرون. انت ما بتنامش كويس، فالكوليسترول هيبتدي يصنع كورتيزول بدل ما يصنع تستوستيرون، ويبتدي التستوستيرون بتاعك يقل بالبطيء لحد ما ترجع تظبط نومك تاني. وعلى النقيض تماما هتلاقي ان التمرين القوي اللي هو بيكون في الجيم مثلا وتتمرن قريب جدا جدا من الفشل العضلي بيزود التستوستيرون. فيبان لك كويس قوي هنا ان المجهود القوي فعلا ممكن يزود التستوستيرون.